الفيلم بواحد بيقول ان الغرب موجود فيه اساطير كتير، واحنا هنا بنتكلم عن اسطورة جوست رايدر او الفارس الشبح. وبيقول ان في كل جيل بيبقى فيه فارس شبح، واللي بيبقى الفارس الشبح بيبيع روحه للشيطان، والشيطان بيديله القوة ديت. وبيقول من سنين كتير ان في فارس شبح راح قرية سان فيجانسا عشان يجيب عقد تمنه 1000 روح شريرة، وعرف ان العقد ده فيه قوة كبيرة جدا، فقرر انه ما يديش العقد للشيطان وهرب من الشيطان. وبعد كده بنروح لجوني بليز وابوه بارتون، وهم بيعملوا عرض بالموتوسيكلات، وجوني كان بيشاور لحبيبته روكسي وهو سايق الموتوسيكل وبيرفع حصان، وكان هيقع بس لحق نفسه. وبعد كده بيروح هو وابوه للجراج بتاعهم وبيصلحوا الموتوسيكلات بتاعتهم، وابوه بيكح جامد، وبعد ما بيخلص كح بيطلع سيجاره وبيشربها، وجوني بياخد علبه السجاير وبيرميها في الزباله. وبيروح جوني وهو وروكسي الى حديقه وبيبقى فيه شجره، وجوني بيكتب عليهم اساميهم، وبيلاقي روكسي حزينه فبيسالها مالك، فبتقول انا همشي، ابويا هيبعتني اعيش مع امي. وبيقول لها جوني خلينا نهرب مع بعض، وقال لها احنا هنتقابل هنا الدور عشان نهرب. وبعد كده بيروح البيت وبيلاقي ابوه نايم، وبيلاقي ورقه مكتوب فيها ان ابوه عنده سرطان. وبيروح المكان اللي كانوا بيصلحوا فيه الموتوسيكلات، وبيجي الشيطان، والشيطان بيقول له انه اتفرج على العرض بتاعه وعجبه، وجوني ما بيبقاش عارف انه شيطان. وبيقول ايه رايك لو خليت ابوك كويس ومفهوش حاجه، بس بيقول له هتمضي على عقد. فبيقول له جوني كام سعر؟ فبيقول له الشيطان انا هاخد روحك. فبيضحك جوني وبيقول له الشيطان مع شروق الشمس هيبقى ابوك سليم مفهوش اي حاجه، وبيقول له ان ده خيارك واللي عليك انك تمضي على العقد ده. فبياخد جوني العقد وبيفتحه وصبعه بيتعور وبينزل نقطة دم على العقد، والشيطان بيقول كده خلاص، وبيكون جوني كده مضى على العقد. وبيصحى من النوم وبيلاقي ابوه بصحة كويسة وما بقاش عنده السرطان. وبيروح ابوه عشان يعمل العرض بتاعه، وبيقول له يلا قدامك دقيقتين عشان تجهز نفسك. فبيقول له جوني ان ابو روكسي هيبعت روكسي الى امها، وعشان كده قررنا ان نهرب مع بعض. وابوه بيقول له فالح هتروحوا تهربوا مع بعض من غير اي حاجة معاكم؟ بس بعد كده بيوافق انه يهرب مع روكسي وبيديله مفتاح موتوسيكل جريس. وبعد كده بيروح ابوه الى العرض، والشيطان بيبقى موجود وبيخليه يقع جوه دائرة النار. وجوني وهو ماشي بيسمع صوت الوقع، وبيروح لابوه وبيلاقيه ميت، وبيشوف جوني الشيطان. وبعد كده بيروح يهرب بيلاقي قدامه الشيطان وبيقع على الارض، وبيقول جوني انت اللي قتلته. فبيقول له انا عالجته من السرطان وده اللي كان في العقد، وبيقول له ان في يوم انا هحتاجك فيه وهجيلك، ولغاية ما يجي اليوم ده انت هتنسى اصدقائك وعائلتك. وبيسيبه ويمشي، وجوني بياخد الموتوسيكل بتاعه وبيمشي وبيروح لروكسي وبيبص لها وبيسيبها وبيمشي. وبعد فترة معرفش هي ايه، بس بنلاقي جوني كبر وبيعمل عرض بينط فوق عربيات كتير بمسافة كبيرة جدا، وهو بينط بيفتكر لما مضى على العقد، فبينزل يقع ويتدحرج، وبيروح فريقه عليه وبيشوفه مات ولا لسه عايش، وبيطلع عايش. وبعد كده بنشوف السما بتمطر نار، وبيظهر شيطان تاني وبيخش بار وبيموت كل اللي فيه، وبيظهروا مساعدينه، وكل واحد فيهم عنده قوة خارقة مختلفة. واحد عبارة عن رملة، والتاني عبارة عن مية، والتالت عبارة عن هواء. وبيقولوا له انت جبتنا هنا ليه؟ فبيقول لهم انا جبتكم هنا عشان عقد سان فيجانسا، وده العقد اللي احنا اتكلمنا عليه في اول الفيلم. وبيقول انه اتسرق وتم اخفائه في مقابر قريبة من هنا، وبيقولوا له احنا هنكسب ايه لما نجيبه؟ فقال لهم هنسيطر على العالم كله وهنسيطر على الزمن. وبيبقى في حد بينادي عليه وبيقول القلب الاسود، وبيطلع يشوفه بيلاقيه الشيطان اللي كان معانا في اول الفيلم. وبكده بنعرف ان الشيطان التاني دوت اسمه القلب الاسود. فبيقول الشيطان انت بتعمل ايه؟ فبيقول له القلب الاسود ان ده عهدي يا عجوز. وبيرد عليه وبيقول له عهدك جاي بس مش دلوقتي. وبيقول له القلب الاسود احنا الاتنين عارفين اللي انت ما تعرفش تعمل معايا حاجة. وبيقول له الشيطان انا ما عنديش قوة اقوى من قوتك، بس معايا فارس قوته اقوى من قوتك. فقال له القلب الاسود الفارس الشبح الكائن المفضل ليك، وبيقول له انت بتضيع قوة لهب الجحيم على انسان فاشل. وبيقول له انت لو تديني حقي. فبيقول له الشيطان ان كل حاجة بتاعتي لغاية ما تخلص الايام. وبيقول له القلب الاسود هاته وهدفنه، وبعد كده هدفنك انت يا ابي. وبكده بنعرف ان الشيطان هو ابو القلب الاسود. وبعد كده بنروح لجوني بليز وهو بيجهز نفسه لعرض تاني، وهو طالع بيلاقي قدامه روكسي واللي بتبقى مذيعة، وبيبدأ يسجل حوار وهي بتبدأ
وبتبدأ تسأل اسئلة وهو بيجاوب حاجات تانية خالص. انت شكلك حلو قوي، انا سمعت انك اتجوزتي. فبتقول له لا ما اتجوزتش. فبيقول لها كويس، وبيروح عشان ينط مسافة 300 قدم وفي 6 طيارات تحته والمراوح بتاعتهم بتلف، وهو بينط بيفتكر روكسي وهم صغيرين وبيقدر يوصل ومن غير ما يقع، وبيطلع من العرض وبيروح ورا الروكسي وهي ما بتبقاش عاوزة تقف، وبيقول لها عاوز اتكلم معاكي. فبتقول له لا، وبيجري بسرعة لقدام وبيجي بالجنب وبيقف، والعربية بتقف قبل ما تخبط في رجله بالظبط، وبتنزل روكسي وبيتكلموا مع بعض وبيتفقوا انهم يروحوا مطعم في فندق بلازا الساعة 8، وبتقول له ما تتأخرش، وهي بتبقى قاعدة مستنية في المطعم، وجوني بيجهز نفسه عشان يروح لها، بس بيلاقي ايده محمرة جامد فبيستغرب وبيغسل ايده وبيلاقيها بتطلع بخار ولسه محمرة جامد. فبينزل الشارع عشان يركب الموتوسيكل بتاعه، بس بيلاقي الشيطان قدامه، وجوني قال له انت ايه اللي جابك؟ فبيقول له انا كنت موجود معاك في كل حتة، وبيقول له دور على اللي اسمه القلب الاسود ودمره. فقال له جوني دور عليه انت، وبيركب الموتوسيكل وبيلاقي نفسه لزق في الموتوسيكل. فبيقول له الشيطان انك ملتزم بعقد، وبيقول له لو نجحت في تدمير القلب الاسود هرجع لك روحك. فبيقول له جوني خلاص مش هعملها، والموتوسيكل بيبدأ يتحرك وبيجري جامد وبيولع وبيفرقع العربيات وهو ماشي، وبيقع من الموتوسيكل رقم الموتوسيكل، والموتوسيكل بيرمي جوني في مخزن، وفي المخزن ده بيبدأ يولع وبيتحرق لغاية لما يبقى الفارس الشبح او جوست ريدر، وبيبقوا هما في المكان ده قبليه ولقوا واحد، وكان القلب الاسود بيقول له مش كان في مقابر هنا؟ قال له ايوه كان في بس اتنقلت. فبيقول له اتنقلت فين؟ فقال لهم معرفش، وبيقول كنيسة القديس مايكل هي اللي كانت مسؤولة عن النقل. وبنرجع تاني لجوني وبيطلع له الشيطان القلب الاسود وبيقول له انت بتدور على حد؟ فبيرد عليه جوني ويقول له ارجع الى الجحيم، وبيروح عليه اللي بيتحكم على الهواء ويزقه ويطيره ويعلقه على سلسلة والنار بتاعته بتتفق. فبيضحك القلب الاسود، كان بيحسبه مات بس هو بيولع تاني، وبيسحب السلسلة وبيطلع وبيدوس في حتة فيها مية، وبيكون الرجل المية فيها وثبت رجله، وبيجي رجل الرملة بعربية وبيدوسوا وبيحسبوا انهم خلصوا عليه، وبيطلع جوني وبيديله بنية في وشه وبيقول رجل الرملة ارحمني. فبيقول له جوني خلصت مني الرحمة، وبيلف السلسلة عليه وهي مولعة، وبيبدأ الرجل الرملة يولع لغاية ما بيتحجر وبيكسره، وبينادي على الموتوسيكل بتاعه، وبيجي الموتوسيكل ويغير شكله وبيركبه، وبتكون روكسي لسه مستنية في المطعم، وهو بيمشي بيسمع صوت واحدة بتصرخ، وبيكون واحد بيثبتها وعاوز يسرقها. فبيروح لها وبيقول لها انها تمشي، وبيقول للحرامي انت مذنب، ويجي يمسكه ويشيله ويقول له بص في عينيا اللي هم مش موجودين اصلا، وبيخليه يشوف كل الاذى اللي عمله للناس ويحس بوجعهم، وبيتحجر وبيموت، وبيكمل طريقه لغاية ما بيوصل لمقبرة ابوه وبيرجع لطبيعته. وبيجي الحارس بتاع المقابر ويقول له اهلا يلي راسك عزمية، وبيكون شافه وهو بيرجع لطبيعته وبيغمى عليه، وبيفوق وبيلاقي نفسه في الكنيسة، وبيلاقي جنبه كوبايات مية كتير، فبيشرب ويرمي الكوباية ويقعد يشرب ويرمي. وطلع للحارس بره وقال له هو الموتوسيكل بتاعي فين؟ قال له موجود هناك وبشكله الطبيعي، وقال له انا هجاوبك على السؤال اللي في عقلك. قال له ان ليلة امبارح كانت حقيقية. فراح قال له جوني انت مين؟ فرد عليه الحارس وقال له السؤال الصح انت اللي مين؟ وقال له انت الفارس الشبح، وبيسيبه وبيمشي وبيروح ياخد الموتوسيكل بتاعه، وبيقول له الحارس هتحتاج مساعدتي. فقال له جوني انا اخر مرة خليت غريب يساعدني بوظ لي حياتي. وقال له الحارس ان اليوم دوت كان متوقع من ساعة ما مضى العقد. وبيبص له جوني باستغراب وبيرجع في كلامه وبيقعد معاه وبيشرح له ان الفارس الشبح هو سائق جوائز الشيطان، وبيتبعت عشان يجيب اي حد بيحاول يهرب من الجحيم. وبيقول له ان الفارس اللي قبلك كان موجود من 150 سنة وكان موجود في قرية اسمها سان فيجانسا. وبيقول له جوني ايه علاقة ده بالقلب الاسود؟
الاسود. فراح قال له هو الشيطان بعتك الى القلب الاسود؟ فقال له اه. فبيقول له دول المختفين هم الملائكه اللي اتطردوا من الجنه بواسطه القديس ميخائيل، وهم مستخبيين مستنيين نهايه الايام. وبيقول له خليك هنا، هم ما يقدروش يجوا في الارض المقدسه. بس جوني بيسيبه ويمشي وبيروح للمكان اللي موت فيه الحرامي، وبيلاقي البوليس هناك، وبتكون روكسي هناك بتقابل الست اللي انقذها الفارس الشبح من الحرامي، وبتحكي لها اللي حصل وبتوصف شكله عامل ازاي. وروكسي بتكون مش مصدقه، وروكسي بتقابل جوني، وجوني بيقول لها انا اسف. فبتقول له ما تعتذرش لانك خلتني افتكر الماضي والحاضر ساعه ما مشيت وسبتني، بس انا عشت حياتي عادي ودخلت الكليه واشتغلت في وظيفه حلوه وانت زي ما انت، بس اتشهرت شويه. وبتسيبه وبتمشي، وواحد من المحققين بيلاقي الرقم بتاع الموتوسيكل. وبعد كده جوني بيروح البيت ويقعد يقرا في كتب عن التحكم في القوة اللي عنده، وبيبدأ يحاول انه يتحكم فيها وبيقدر يتحكم فيها. وبتيجي روكسي وبتقول انا جاي اعتذر منك ومش عاوزة الكلام اللي قلته الصبح يبقى اخر كلام بينا. وجوني بيبدأ يحكي لها القصة بتاعته وبيقول كل حاجة وهي ما بتصدقهوش، وبتسيبه وبتمشي. وبتيجي الشرطة وبيقبضوا عليه وبيبدأوا يحققوا معاه، وبيوروا له صورة الحرامي اللي موته، وبيقولوا له انت تعرف الراجل ده؟ وبيقولوا له احنا لقينا اثار موتوسيكلك موجودة في المكان الجريمة والرقم بتاعه، بس هو بينفي كل ده وبيقول انا معرفش انتوا بتتكلموا على ايه. وبيزهقوا منه وبيرموه في الحجز. وبيبقى في الحجز شوية مساجين، وفي واحد منهم قال له انا عارفك انت جوني بليز، وقال له انا دفعت $10 عشان اشوفك تقع وانت بتنط بس انت ما وقعتش. وبيبدأ كل الموجودين بيضربوا فيه، وبيجي واحد عشان يقول لهم كفاية كده الراجل هيموت في ايديكم. فبيتضرب هو كمان، وبيتحول جوني الى الفارس الشبح وبيفرقع فيهم، وبيروح ياخد الجاكيت بتاع الراجل ده. والشخص اللي كان بيدافع عنه بيقول له انت بريء، وبيهرب من الحجز وبينادي للموتوسيكل بتاعه، بيجيله وبيركبه وبيمشي. وبتيجي الشرطة محوطاه من كل مكان، فبينط في المية وبيهرب منهم. وبيكون القلب الاسود راح الكنيسة عشان يجيب العقد اللي ب1000 روح شريرة، ومسؤول الكنيسة بيدخل بيلاقيه قدامه. فبيسأله القلب الاسود هو فين العقد؟ فبيقول له انا ما اعرفش انت بتتكلم على ايه. فبيموته وبيطلع وبيسمع صوت الموتوسيكل بتاع جوني. فالقلب الاسود بيبعت رجل الهوا ليه وبيروح له وبيضربه وبيهرب، والشبح بيجري وراه بالموتوسيكل، والبوليس بيبقى بيطارده وبيطلع فوق المبنى. وروكسي بتشوفه وهو بيطلع على المبنى، وبتجيله طيارة فبيرمي عليها السلسلة اللي معاه على الطيارة وبتمسكها وبيرميها بعيد. والبوليس بيكون مستنيه تحت وروكسي، وبيجيله راجل الهوا تاني فبيرمي عليه السلسلة وهي مولعة وعمال يلفها لغاية ما بيحترق كله. وبعد ما بيخلص عليه بياخد الموتوسيكل بتاعه وينط لتحت فبيكسر الارض، وبيشوف روكسي وبيغير لونه من الاحمر الى الازرق وقام عشان يروح لها، بس الشرطة بتضرب عليه نار. فبياخد الموتوسيكل بتاعه وبيمشي، وبيطلع الصبح وبيكون رجع لطبيعته، وبيرجع تاني للمقابر اللي كان فيها الحارس. وبيقول له جوني الناس كلها عرفت حقيقتي. وبيقول له الحارس ان كان في واحد اسمه كارتر سليد، كان من القوات الخاصة من تكساس، وكان رجل شريف، ولكن بعد كده بقى جشع ولقى نفسه محبوس ومستني الاعدام عليه. وبيقول جاله واحد غريب وعرض عليه حريته بمقابل يمضي العقد، وبقى الفارس الشبح. وبيقول جوني مال ده باللي احنا فيه؟ فقال له انت فاكر العقد بتاع ال1000 روح شريرة؟ وقال له بتقول القصة ان اتبعت كارتر عشان يجيبه، بس لقى فيه قوة كبيرة جدا فاخد العقد وهرب. وبيقول ان بتقول الاسطورة انه اتدفن العقد معاه، وبيقول ان القلب الاسود هيعمل اي حاجة يجيب بيها العقد. وبيقول له لازم تبعد عن اصدقائك وعائلتك. فبيفتكر روكسي فبيسيبه وبيمشي، وبيروح القلب الاسود الى المقابر اللي فيها الحارس ده. والحارس بيقول لهم ان دي ارض مقدسة، فبيضربوا القلب الاسود وبيقول له انا عاوز العقد، والعقد انا عارف انه هنا. وبيضربه ويقول له اديلي العقد، والحارس بيشاور له بايده ويقول له تعالى يلا. فبينزل عشان يعرف هيقول له ايه، فبيقول له انك هتخسر زي ابوك بالظبط.
فبيضربوا ضربة على راسه وبيمشي. فبتروح روكسي الى بيت جوني بس هي ما بتلاقوش، بس بتلاقي صاحبه بيقول لها ان جوني بقاله فترة بيقرا في كتب غريبة، وبيقول لها تعالي بصي عليهم، وبتقرا في الكتب بس بتلاقي كتب عفاريت. وبيجي القلب الاسود وبيموت صاحب جوني، وبيجي جوني وبيلاقي صاحبه ميت، وروكسين عمالة ترتعش، وبيظهر القلب الاسود وبيمسك جوني وبيهبده في الحيطة، وجوني بيتحول وبيمسكه هو وبيلزقه في الحيطة، وبيقول له بص في عينيا. فبيتريق عليه وبيقول له البصة بتاعت التوبة بتاعتك مش شغالة معايا عشان انا ما عنديش روح اساسا. وبيمسكه من رقبته وبيرفعه وبيهبده على الارض وبيرجع لطبيعته، وبيقول له هاتلي العقد من الحارس وجيبهولي في مدينة سان فيغانسا وممكن احافظ على حياة صاحبتك، وبيمشي. وبعد كده بيروح جوني الى الحارس وبيقول له القلب الاسود خد روكسي وانا عاوز العقد عشان انا مش هعرف اعمل حاجة من غيره، وبيقول لازم احفر المكان ده عشان يدور عليه. وبيروح ياخد الكوريك والحارس بيقول له هو مش هنا، وبياخد منه الكوريك وبيكسره وبيكون العقد جوه الكوريك. وجوني بيقول له هات العقد، فبيقول له الحارس ده الجحيم في الارض. فبيقول له جوني لازم تثق فيا، فبيرد عليه وبيقول له ليه اثق فيه؟ فبيقول له جوني هو ممكن يكون عنده روحي بس ما عندهوش شبحي، وبيديله العقد وبيقول له لازم نروح بسرعة. وبيصفر الحارس وبيجي حصان، وبيقول لجوني فاضل لي رحلة واحدة فقط، وبيتحول الى الفارس الشبح. وبيطلع الحارس هو كارتر سليد اللي اخد العقد وهرب بيه من الشيطان، وبيتحول جوني هو كمان. والحارس بيوصل جوني الى سان فيغانسا وبيديله بندقية وبيسيبه وبيمشي. وبيكون الفجر قرب يطلع، فبيقول القلب الاسود للمساعد بتاعه الاخير بطأ جوست ريدر عشان هو بيتحول بالليل بس لو طلع النهار ما بيقدرش يتحول اصله شاكك فيه لا يغدر بيه. وبيروح المساعد عشان يعطل جوني شوية لغاية ما الفجر يطلع، وجوني بيدخل في حتة فيها مية وبيطلع عليه بتاع المية وبيغرقه في المية وبيمسك رقبته وبيخنقه، بس بيتحول وبيعلي النار بتاعته وبيتبخر رجل المية وبيطلع من المية وبيكمل طريقه وبيوصل للمكان وبيلاقي القلب الاسود وبيكون ماسك روكسي وبيقول له لو اتحولت هموت روكسي. وبيطلع العقد وبيقول له سيبها الاول، فبيرميها وبتتهبط في الحيطة. وبيقرب منه جوني عشان يديله العقد، والقلب الاسود بيمسك العقد بس بيكون جوني ماسكه ومش عاوز يسيبه، وبيتحول وبيضربه في وشه، والقلب الاسود بيرد عليه ويضربه ضربتين. وجوني بيمسك حصوة من الارض وبيولعها وبيرميها عليه وبيرمي التانية في وشه، والشمس بدأت تطلع. فبيقول القلب الاسود بضحكة شريرة الوقت قرب يخلص منك. وجوني بيطلع السلسلة وبيرميها عليه بس بيمسكها وبيرميه، وبتكون الشمس طلعت وبيرجع جوني لطبيعته. وجوني بيروح ناحية البندقية، والقلب الاسود بيكون بيستخدم العقد وبتطلع الارواح الشريرة ويدخلوا جسمه وبيخبطوا في جوني. وروكسي بتفوق وبتروح على جوني، والقلب الاسود شكله اتغير وبيقول اسم فليك عشان احنا كتير. وبتقول روكسي لجوني هو خد اللي هو عاوزه، يلا بينا احنا من هنا. قال لها لازم انهي الامر، انا الفارس الشبح. وبيمسك البندقية وبيضرب طلقة عليه وعمال يضرب فيه طلقات، فبيجي عليه وبيزقه وبيدخله جوه المكان ده وبيمسكه من رقبته وبيقول له كل عالمك وارواحهم هتبقى بتاعتي. بس روكسي بتيجي وبتضرب عليه طلقة في كتفه والتانية في راسه، وبتيجي تضرب التالتة بس بتكون الخزينة خلصت. وروكسي بتحدف البندقية لجوني، وجوني بيدخل ايده في حتة دل وايده بتتحول هي والبندقية، وبيضرب طلقة وبيتفرتك بس بيجمع نفسه تاني. وجوني بيروح عليه وبيتحول وبيكون موجود في حتة ظل وبيقول بص في عينيا، انت دلوقتي عندك 1000 روح شريرة. وبيقول لهم انتوا ارواحكم ملوثة بدماء الابرياء وحسوا بوجعهم لغاية ما بيموتوا وبيتحجر. وهو طالع بيلاقي الشيطان الاول وبيقول له انت عملت مهمتك وكده نهاية الاتفاق. وبيقول ده الوقت اللي هياخد منك قوة جوست ريدر ورجع لك حياتك. فبيقول له جوني لا مش هديك القوة، انا هحتفظ بيها وهستخدمها ضدك. فبيقول له الشيطان هتدفع تمن اللي انت عملته ده غالي. وبيمشي وبنلاقي جوني ماشي على الطريق وبيتحول. وبكده نكون خلصنا الفيلم، وما تنساش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. واكتبوا لي في التعليقات لو الفيديو عجبكم او لا، واكتبوا لي لو عاوزين الجزء التاني من الفيلم ده، واشوفكم في ملخص جديد ومع السلامة.